بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اولادي ويا اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزين نعمل حلا سريع جدا جدا وناكله ان شاء الله سخن كده ومفيش اسرع منه. بسم الله، هنتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا شعريه همسكها واقطعها كده، ومعانا سمنه بلدي، ومعانا حليب وفانيليا وشويه جوز الهند او اي مكسرات. عايزين تحطوا زبيب، اي نوع مكسرات تحطوا فيها حطوا. انا هحطها السكه بشويه جوز الهند بس. هكسر بس الشعريه دي كلها كده زي ما انتم شايفين ونرجع لبعض. كده كسرت الشعريه يا بنات كده. هنا حطيت قطعه سمنه صغيره، نحط كمان قطعه. مش عايزه سمنه كتير عشان احط حته قشطه عليها، قشطه بلدي شايلاها من على وش الحليب احطها فيها. وطبعا هو الحليب برضو حليب طبيعي اهو، بسخنه. هو مغلي قبل كده بس بسخنه بس. وهنحمر الشعريه كده ونرجع لبعض. كده مش هنحمر الشعريه قوي، هتبقى اللون الذهبي الحلو ده بنات اهو، مش حمرا قوي. تبقى هنا السكر حسب الرغبه. انا هحط سكر قليل جدا، هي المعلقه دي وخلاص اهي. لو عايزين بقى تزودوا السكر زودوا، عايزاها سكر هادي كده. هنحط بقى شويه جوز الهند دول معلقه برضو. طبعا هو حلا هيتاكل سخن وسريع جدا. دي فانيليا برضو اهي. ننزل بالحليب بقى بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احط الحليب كده على فترتين، والسكر حسب الرغبه هتدوقوا تزودوا تحطوا بقى، تعملوه بعسل بسكر زي ما انتوا عايزين. يعني ممكن تحطوا معلقتين سكر معلقتين عسل، تحطوا سكر بس عسل بس زي ما انتوا عايزين. كده هتغلى شويه وبعدين نزودها تاني حليب. طبعا هي بتتاكل سخنه كده. الحليب ده بيتاكل سخن، اول ما نطفي عليها نغرفه وناكله ان شاء الله سخن على طول. ايه رايكم في اسرع حلا ممكن تعملوه وكمان يدفكوا جدا جدا، وريحته ما تقولوش ما حدش يعرف دي ايه اللي بيتعمل ده الوقت الريحه بتاعته. هنا بقى ده قشطه سايله كده من على وش اللبن، ناخد شويه بقى منها كده اهي. كده كفايه قوي عشان ما يبقاش دسم قوي برضو، تبقى وجبه كده حلوه كامله كده. بسم الله. ايه رايكم بقى في اسرع حلا واحلى حلا سخن جدا جدا. احنا بقى على ما يجي يتاكل يعني يهدى بس كده هناكله، مش هنسيبه ما يبرد كده. بسم الله، ولا ندخله تلاجة ولا حاجه، هيتاكل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم انا حطيت جوز الهند بس، وطبعا معمول بسمنه بلدي وقشطه بلدي برضو، جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بحب بقى الحليب وبحب الشعريه يعملوا وجبه سريعه اسرع حلا فيكم تعملوه. على ما يهدى يدوبك من الحراره نبدا ناكله بقى ان شاء الله على طول. كل مدى بقى يتقل، كل مدى تبقوا الشعريه تقولت كده، بس يا دوبك هو يبقى دافي وان شاء الله بالهنا والشفا. من زمان بصراحه ما عملناش الحلا دي، كنا بنعمله الاول على طول. زي ما انتم شايفين اهو يا بنات، جميل جدا. تعملوه للولاد بقى اللي بيذاكروا او المدارس الايام دي للمذاكره كده، وتقدموا لهم الف هنا وشفا ياكلوا منه، يبقى جميل جدا جدا. وايه رايكم بقى في الحاله السريعه دي اهو يا بنات؟ تقدموا بقى للولاد اللي هم بيذاكروا، يدفوهم كده في الايام اللي احنا فيها دي.
جميل جدا والف هنا وشفا واقول لكم ايه، جربوا الحل السريع دي يا بنات واعملوه، وريحته جميله وطعمه جميل ان شاء الله قوي. طعمه تحفه، وتحلوه زي ما انتوا عايزين. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.